صباح الفل يا زيزو. صح النور خالو. بصوا يا جماعه، يعني انا بكلمكم واحنا في الشقه. هوريكم بس الاول. العيله بتاعتنا بتحب الحمام لدرجه ايه؟ صباح الفل يا جيدو، اخبارك ايه؟ لا لا. حبيبي يا زيزو، عامل ازيك وازاي مزاجك؟ الحمد لله. زيزو، هو في فرد حمام بيفل فرد حمام في عينه؟ عرفت. يعني تعالوا نلف كده. بص طبعا احنا يعني بكلمكم والله احنا في الشقه. بص بص بص، يعني شوفوا مازن مربع يا جماعه. يعني شوف الهبل اللي واصل بيه لحد فين. عامل سلاكه وهو اللي مصممها وعامل كل الكلام ده، مجمع العين دي فوق السطح ومربي فيها جوز كنجيات. اللهم بارك. يعني الجوز الكنجات طبعا لهم دلوقتي ما شاء الله، هم باضوا وطلعوا كمان. فبيقول لي خاله الحق يا خاله، الذكر بيفلي النتايه في عينها. ما شاء الله هم عليهم، هم منسجمين ما شاء الله. الجوز ده الرجاله جوز مميزين جدا جدا جدا، وتقلبهم كويس جدا. ومازن بيربيهم في الشقه. تيجي يا مازن كده نتفرج عليهم قريب ونشوف ابنهم. ماشي. يلا وتشرح لنا كده انت بتعمل ايه وبتاكل ازاي، لان في ناس كتير اصلا بتشتكي يا مازن ان حمامه اصلا مش شغال وحمامه مش راضي يبيض. يعني بصوا يا جماعه، ما شاء الله اللهم بارك، هم عايشين معاه في الصاله، يعني عايشين معاه في نفس المكان اللي بيقعد فيه وبياكل فيه وبيشرب فيه. واللهم بارك. بصوا تعالوا نسمي الله كده ونقرب منهم. تعالى زيزو. بسم الله الرحمن الرحيم. دول طبعا ما شاء الله ربنا يبارك، دول اصل كنجيات. النتايه هيت تايجرايه، والذكر اصفر. والله الذكر يعتبر احمر يا مازن، مش اصفر. الذكر احمر. الزغلول قصدي هو الاصفر. تمام. هات كده الزغلول يا مازن عشان نعرف كده انت بتاكل ايه وبتعمل ايه. طبعا الله ينور. اول حاجه انت نضيف جدا ومنضف الدرج ومروق الدنيا ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك. على فكره يا مازن، الجوز دول هيقلبوا الوان الدنيا، يعني هيطلعوا تياجر. حطها على الارض، حطها على الارض كده. ما شاء الله. ايه ده يا معلم؟ ده انت مربي بط مش مربي حمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هم طبعا الرجاله الكنجيات بيبقى احجامهم كده. مازن عامل حاجه جميله قوي. مدخل لهم علف في الكلفه. فحجم الزغلول زي ما انتم شايفين كده طالع عامل ازاي؟ طالع عامل زي البطايه. تمام. هو الغريب في الموضوع ان الجوز هو كده عامل حاجه. مازن، هو انت بتسيبهم في الصاله ولا ما بتسيبهمش؟ لا. ما بتسيبهمش؟ طيب. هو لازم اسيبهم؟ لا 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 عادي، انا كنت بسأل. اعدل المحضن كده الاول، اعدل المحضن. هو الحاجه الجميله هنا يا شباب، يعني اغلبيه الناس تقول لك والله الحمام مش عارف. شوف عمل شفت يا عم، عمل بتبيع عمل حاجه. انا مش شيل يا عم يلا الحاجات دي بالمنديل ولا حاجه. هو الحاجه الجميله هنا في حاجه غريبه جدا انا مستغربها، ان الحمام ده متربي في وسط بني ادمين والناس رايحين جايين عليه. يعني جودي انتوا عايشين معانا رايحين جايين صح؟ رايحين جايين عليه مفيش مشكله خالص. والحمام باض ونام على البيض وما شاء الله طلع. انت داخل لهم ماشي. هو بقى يطلع المحضن ولا هو تقيل؟ لا تقيل. طيب ماشي، طلعوا المحضن. طيب تعالوا بقى نتفرج هو ازاي تطلع اصلا الزغلول بالحجم ده كده وبالشكل ده كده. ويعتبر طفل صغير كمان اللي بيربي الحمام. عشان تعرف بس نجاة الحمام دي والله هي جميله وهي سهله. دول قص كنجيات يا رجاله، وبالمناسبه قص كنجيات ما شاء الله عليهم مميزين. بقول لك ايه يا مازن، تيجي لما يطلع الزغلول ده نبيع الزغلول ولا هتربيه وتكبره برضه؟ هو انا عارف ان انت عايز تعملهم قطيع او مجموعه كبيره يعني. تعال الاول كده. طبعا الميه بتتغير كل قد ايه؟ كل يوم. كل يوم الميه بتغيرها كل يوم، وبتغسل المسقه كويس. شوف شباب ما شاء الله المسقه الميه نظيفه جدا. الله ينور الله يا مازن. والاكل انا ملاحظ ان الاكل قدامهم. علف. طيب علف. انت بتسيب الاكل طول النهار قدامهم ولا بتعمل ايه؟ لا. امال ايه؟ علف تخش انا مش سامعك اصلا. امال بتعمل ايه؟ انا بسيبه مثلا ولما يخلص بحط لهم بالليل بقى شويه. انت قلت لي حاجه جميله جدا، ان انت بتفطرهم وتعشيهم. ماشي، يعني ما بيصوموش زينا صح كده؟ بيفطرهم ويتعشوا صح كده ولا مش صح؟ صح. الله ينور يا زيزو. بصوا يا شباب، هو بياكلهم وجبتين في اليوم عشان يطلع زغلول بالحجم ده كده. واحنا حتى في بدايه الفيديو كنا ملاحظين ان الذكر عمال يبوس في النتايج. هو المفروض حرام يعني عشان رمضان وكده، بس يلا مش اشكال. ماشي. فمعنى ان هو برضه بيبوس فيها. هم طيور طبعا يا مازن. تمام. معنى ان هو بيلاقي في النتايج كده ان هو عايز يخش ايه في دوره انتاج جديد. ده يا مازن الكيس ده ملوش علاقه باكل الحمام. افتح يا عم افتح عشان نشوف برضو. بصوا يا شباب، يعني لو جينا نبص برضو على المحضن كده نلاقي المحضن نضيف جدا. هو بيفرش طبعا سن زيرو. ماشي. وهنشوف اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. لو المحضن برضو اتوسخ يا مازن بتقوم فرش من ده عشان يفضل الزغلول نضيف ما شاء الله. طيب احنا ملاحظين ان الزغلول ما شاء الله حجمه كويس جدا. هو مازن عامل خلطه كلفه محترمه قوي
وفي نفس الوقت ندخل مع الكلفه علف تركيز دوت يا شباب. يعني احنا بنقول هات مثلا 17 هات 19، بلاش ازيد من كده، يعني بلاش تجيب 21 ولا 23 بحيث ان هو ميبقاش بروتينه عالي جدا. ده بيساعد الزغلول ينمو بشكل بسرعه، بيساعد القص ان هم يبيضوا. بس بشرط بسيط ان انت لازم تحط مضاد للسموم كل 15 يوم. طبعا انا بجيب لي مازن مضاد للسموم من فوق من عند الحمام ونحط له. اللهم صل على النبي. والله لا مازن انا مبسوط بيه. يلا رجعه، يلا مكانه، يلا رجعه مكانه في المحضن ماشي. ولو بضم هجيب لك محضن تاني لو بضم هو لسه صغير يعني، بالراحه بس عليه لان هو حجمه ما شاء الله كبير وتقيل، فبالراحه عليه وانت دايما بتشيله وبتحطه ما شاء الله. هما طبعا فطروا مازن دلوقتي وفطروه صح؟ الله ينور يا معلم، حاجه محترمه والله. يعني اقول لك حاجه بامانه، انا ما بعرفش اربي كده والله. يعني وانا قدك كده صغير كده ما كنتش بعرف اربي كده، كنت خايب ما بعرفش اربي بالجمال ده كده. يعني انت ما شاء الله عامل عشه جميله بباب سلك، بعشه سلك بدرج ومجهز لهم اكلهم وبتغسل الميه. انا ما كنتش هعرف اربي كده وانا صغير كده قدك. لا الله ينور يا مازن، والله مبسوط منهم وربنا يبارك فيهم. وعايزين دايما المره الجايه نشوف بقى هما الجوز دول هيطلعوا ايه. يعني هيطلعوا مثلا لون اصفر تاني هو ده هيطلع اصفر اهو، ما هو لونه واضح جدا اهو. بص بيهرش ازاي وبينضف نفسه ازاي، عسول قوي. فكرة هو طبعا ما بتعرفوش يا مازن هو يطلع الزغلول ده ذكر ولا انتهى يعني، بس مش اشكال يطلع ايا كان يطلع ايه. هو ما شاء الله حجمه مميز والقص ما شاء الله محترمين جدا يا مازن، ربنا يبارك فيهم حبيبي. كل سنه وانت طيب يا زيزو. يلا الله ينور. انا حبيت اوري للناس الحمام بتاعك ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.